أهلا بيكم. في سؤال محيرني وسألت عليه شات جي بي تي، ده صديقي اللي بقيت بسأله على أي حاجة مش مفهومة. قلت له ليه لما حد بيعيط نلاقي الناس كلها دمعت، ولما حد بيضحك كل اللي حواليه بيضحكوا؟ دي حاجة عجيبة جدا، وكأن الضحك والحزن عدوى. فقال لي فعلا المشاعر معدية. يعني لما تشوف واحدة ست بتعيط مخك يقولك الست دي أكيد موجوعة، تقوم تلاقي نفسك أوتوماتيكي كده عيونك دمعت، وتبقى مش عارف الدموع دي كلها جت منين. وفي ناس لما يشوفوا حد بيضحك مخهم يقول لهم الجو حلو يلا يا عم ننبسط، فتلاقيهم بيضحكوا حتى لو مش فاهمين النكتة أصلا. وده كله له تفسير علمي بسبب الخلايا العصبية المرئتية، مش مراية الحمام، لا دي مراية المشاعر. يعني مخك بيقلد اللي قدامك كأنه بيتفرج على نفسه في المراية. بس في نوع كده في النص ما بينهم، دول الناس اللي صعب يتأثروا، يعني ما بيتفعلوش بسهولة، لا بيضحكوا ولا بيعيطوا. يكون في مشهد مؤثر جدا في فيلم كله دراما وتبص عليه تلاقيه الوحيد اللي بياكل فشار عادي جدا، وتسأل نفسك هو ليه مش متأثر وسايح في دموعه زينا. حتى أنا لما كنت بشوف مسرحيات زمان ولاقي الناس عمالين يضحكوا كنت بستغرب جدا وأقول هما بيضحكوا على إيه. بس علميا الشخص اللي مش بيتأثر ده برضو إنسان طبيعي وبيحس عادي، بس مخه عامل سور حوالين قلبه، لأن في ناس اتربوا على إن العياط ضعف، فكل ما الإحساس يجي يكتموه على طول جواهم. وفي ناس اتلسعوا من الدنيا جامد قوي وعندهم مشاكل تهد جبال، فبيحصل كده حاجة تجمد كده المشاعر، يعني لا بيعرفوا يفرحوا ولا يحزنوا. وفي ناس عقلهم هو اللي بيتحكم فيهم وهو اللي مسيطر، يعني بدل ما يعيشوا اللحظة بيحللوها الأول، حولوا المشاعر لمعادلة كيمياء. بس هم من طفولتهم مخهم اتبرمج على كده. يعني باختصار اللي بيتأثر بسرعة إنسان بسيط وبيبان ده على وشه وتصرفاته، واللي ما بيتأثرش عامل فرملة لمشاعره ومخه هو اللي بيسوق. بس محدش فيهم غلط، وياريت اللي بيكتموا جواهم دول ما يفتكروش انهم جامدين قوي، لان اللي بيقدر يتأثر ويحس باللي حواليه وبيشاركهم اللحظات الحلوة والمرة هو اللي عايش بجد. في النهاية لما تلاقي نفسك بتضحك مع اللي بيضحكوا أو بتعيط مع الموجوعين، اتأكد انك إنسان طبيعي وطيب ومشاعرك مرهفة. يا ترى انت مين فيهم، اللي بيشاركنا اللحظة ولا السهون ده اللي بيخبي مشاعره جواه؟ أفوتكم بعافية، سلام.